هيحصل لك ايه لو بقيت بغبغان يوم واحد؟ اول ما مامتك تجيلك هتفضل 30 يوم وتخرج عريان سلبوطه ومضبش، وتفضل على الحال ده يجي 3 اسابيع صليت ومليتي، وماما تغني لك وتقول لك غطيها يا قمر دي عليها دبانه. دي خوازيق دي ولا ريش اللي طالع لك؟ شوف المهم بعدها تكون كونت ريشك وبدات تطير عشان تكتشف مواهبك الجباره. بصراحه انت هربانه منك على الاخر، بتحب تتخانق مع كل اللي تعرفهم وبتكتئب بسرعه كبيره جدا لو مفيش اي نوع من الالعاب اللي تعدي بيها وقتك. وكمان انت رغاي قوي بتحب كتر الكلام زي كده. وكمان منقارك قوي جدا تقدر تكسر بيه اي حاجه. واخيرا كبرت وبقيت راجل قد الدنيا وعاوز تتجوز البغبغانه اللي شبهك، ولكن في كام بغبغان تاني هيموتوا عليها، هتحصل بينكم عركه وضرب بالمناقير وشتيمه. وعشان انت رجوله هتكسب العركه، ولكن هتكتشف كائن اسمه الانسان بيهدد حياتك بالانقراض بسبب انه بيتاجر فيك انت وعيالك وبيدمر موطنك الاصلي.